حتى لا يطيل الحديث. هسه البعض اتصل لباس بالموضوع، ليش بالتميم وعلى مود ايش كذا. بالاخير تجيبون الاول. الراي لكم، الراي مو إلنا ولا لكل واحد ولا للناس المقترحين، الراي لكل البيضاء، بس اللي يطرح راي يكون يعني يوافق الحقيقة. تقبلون أن تصير فاتحة البيضاء المشتركة أول مرة؟ نعم موافقين مو؟ تصوير ثمان نص التزام الهدوء رجاء خلوا للقعدة يكتب ان شاء الله حساب واحد ويشوف الاخر. الجواب اخبر خطتك شلون نوع الاشتراك؟ تردون اشتراك البيضان الفاتحة واحدة ولا راح اجيك بالاشتراك. الفاتحة تدونها كم يوم؟ 3 أيام 4 أيام يومين هاي فقرة يومين الفاتحة يومين ثبت عندك هاي ثبت. زين هو الأخو شو وقت ينفع أخوه؟ حقيقة هي الفاتحة تمر عليه وتمر عليه على كل واحد. ممكن نخلي البيضاني يعاون البيضاني بشغلة الفاتحة، ممكن لو ما ممكن. نقول البيضاني يشتركون فيهم الفاتحة واحدة، صارت فاتحة عند غازي بن العالم. الله ان شاء الله لا يسوي فاتحة لكن أول فقرة الحضور للجميع. في خلاف هذا الحكي ولا؟ نريد نحصص لنا المجر والعدل والقلعة وحتى الأعمار احتمال راح تصير. نشوف ايش قد يصيرون. ألف 800 وردون. راح بعد ذلك انت لكم القرار، لكم التبرع، لكم البيضان. نريد البيضان تصير عنده فاتحة، خليه يحسس روحه ويحسسون باقي البيضان انه عنده اعمال، وهاي تخدم راح تخدم الحاله الضعيفه ترى بالمناسبه. يعني الحاله الماديه قويه ترى ما عليه شيء، عامل الشر. تقريبا كل احنا مستوانا متدربين دون الوسط. يا الله. فنقدر نشيل فاتحه البيضان تصير عنده فاتحه يا لا؟ نقدر ان شاء الله نقدر. ان شاء الله نقدر. احنا مو نقدر وهاي هي. نريد لها قواعد بعدين راح نسويها. تفاصيل فيها يعني. تفاصيل فيها راح تصير. قبل لا تقول نعم احسب التفاصيل. يعني نقدر نشيل فاتحة البيضان بغض النظر هذا بالمناسبة. البعض ببغداد بغير مكان يقول هذا بدي شعيرة وهذا بدي تقريبي وهذا بدي صادق وهذا حدي. احنا هاي اللغة نريد نرفعها ما بيضان ككل بيضان. ماكو مسميات. هذا بلدان أولى وهذا بلدان بشرية. البيضان الشرطة كلها احنا كل البيضان. إذا صارت فاتحة العمارة. احنا هسه الآن نشتغل المجر والعدل. العمارة هم إن شاء الله بعد ما نشوف رأيكم. إذا صارت فاتحة البيضاني صعوبة علينا نشيل فاتحته لأن قبل كانوا يطبخون. يطبخون ولا يطبخون؟ هسه الطبخ بعد اللغة. فمستعدين يشيلون فاتحة البيضاني بحيث يظل ما ياخذ فاتحة للواحد. واللي يروح هم راح يقطع على فاتحة الواحد. الآن صارت عند السواعد، صارت عند السادة الفقهاء، صارت عند الصباي. على كل حال ما أحد العشائر هو فيها. تروح يقول لك أنا ما أخذ عندك فاتحة، لأن أنت وعشيرتك ما تاخذ فاتحة. هاي تعجبكم السالفة ولا لا؟ ساكت ولا تاخذ. احسن سالفه. تبطل بس لعمامك بس ما تبطل للغريب. احسن سالفه. ولا تاخذ من الغريب. احسن سالفه. قال هسه عليك انه روح الكوافر. قال والله ما اخذ من عندك فاتحه البيضان. لان انت ما تاخذ الفاتحه.
هم راح زحم علينا باكر يصير عنده فاتحه ويجي واحد ما عنده فاتحه. هذا الموجز عن الموضوع. راح ندخل بعدين في التفاصيل. احصائيه الزلم عندكم ايش قد وصلت عاد الان؟ احنا كجمعيه الاولى اللي كنا مشتركين فيها اللي على 2000 دينار عددنا 800 واحد. 800 واحد. يعني خارج العدد. خارج العدد. طيب. هاي الاساسيه يعني. زين، هاي الاساسيه 800 واحد وكان عندك بيوت من بيوت البيضان ما بيشتغل. كانوا ما مشتركين ويا بعض من البيوت. احنا هسه رساله لكل البيضان. يعني خلنا ان شاء الله تصير 1000 ويا العديد يصيرون بال1000 والعمر راح يصيرون 1500 تقريبا. خلينا نقول 1000. اذا زلنا على 10 يصير 10 ملايين. يا وفاتحة بيضان تكلفها 10 ملايين. ويومين ويومين هسه طرح الموضوع. حتى الفقير ارجو لا حد يستحق عنده شيء يقوله. اخر فاتحة تكلفها 10 ملايين. فاتحة متواضعة. الريد تقضى على حاله. مال المفطح ومال الموز واللوز ومال المشتقات ارجوكم اللي بعد البيضان. انا ما عندي وانت عندك انت تجيبها فطه تجيب كذا. ليش تعزمه؟ والله لا حد يسولف. لا انا جانا حد يسولف. نكمل بعدين السؤال. تفقر امرين، شوف المرجعيه تاكد على عدم البذخ بالمآكل. واضح يعني. تاكد الفاتحه يوم وليس يومين، لكن ان شاء الله هم يصير يوم. تأكد على هذا الأكل اللي قاعد ينطبخ وينلب بالشارع. الاكل المفروض بشوي. هاي راح يصير هناك تفاوت. حتى من حيث الحافة المادية الشرعية قوية. ينفع الفطة، ينفع الشمال، بس أنا ما عندي. ليش يأثر على أخوه ما عندي؟ خلينا نساوي الفقير والغني. خلينا نساوي الكبير والصغير واللي الله يعلم بها لله. هذا موجز على الموضوع. العدة راي يقوم ويسولف بدون ما يشترك الفرد بحيث كل يكون طرح موضوع. تفضل عنه.